سلام سلام، اليوم غادي نشارك معكم العجينه البيتزا اللي كتجي رائعه قطنيه. معجينه وحده غادي نخرجوا بيتزا عائليه وميني بيتزا. فعلا كتجي خفيفه، كتجي بواحد العجينه رائعه. البيتزا العائليه تقريبا كتجي بحال المحلات، والميني بيتزا تقدموهم هكا لوليداتكم في لانش بوكس تاكلوهم حتى نتوما. فعلا كتجي واحد العجينه اللي قطنيه ورائعه. فيلا نشوفوا الطريقه على بركه الله. في واحد البول درت علبه ديال الياغورت طبيعي، معلقه كبيره السكر، ومعلقه كبيره الخميره الفوريه، وجوج كؤوس ديال الماء دافين. كنخلط واحد شويه وكنضيف كاس ديال الدقيق الخاص بالحلويات. كنستمر كنخلط هكا واحد شويه وكنغطيهم وكنخليهم واحد ربع ساعه كيتفاعلوا. من بعد كنضيف ربع كاس ديال زيت الزيتون، الزعتر اللي ضروري، ومعلقه صغيره ديال الملح. كنخلط ثاني وكنضيف واحد الكاس ديال الفينو السميد الناعم، وكنستمر كنخلط. عاد كنبدا نضيف الدقيق. هنايا درت جوج كؤوس ديال الدقيق. من بعد ما غربلته كنبدا كنجمع العجين بيدي، وانا كنضيف ما تبقى لي ديال الدقيق بالتدريج تقريبا حتى جيت 5 الكؤوس ونصف بلا الكاس ديال الفينو. كنبدا نجمع العجينه ديالي كتكون نوعا ما كتلتصق باليد. كندهنها بواحد الخويط ديال زيت الزيتون وكنخليها حتى كتختمر مزيان. من بعد ما كتختمر كنديغازيها وكنحيد منها ديك الهواء، ومع رشيشه ديال الدقيق فوق سطح العمل كنحط العجين ديالي كنقادو بهذا الشكل هكا، وكنقسمو على جوج. النصف الاول كنوضعو هكا في واحد اللاطه اللي غادي تدخل الفران، وكنكون فرشها بورق ديال الفران، وكنرش شويه دقيق وكنغطيها وكنخليها شويه تختمر غير بيد ما وجدت لي ميني بيتزا ديالي. هنايا النصف الاخر طلقته قطعته هكا على شكل دوائر متساويه، ووضعتهم في اللاطه اللي غادي تدخل تاني الفران، ودرت هكا ثقوب بالفرشيطه. بالنسبه للنصف الاخر هنايا من بعد ما تختمر غير واحد شويه كنرش هكا الدقيق اولا الفينو، وكنبدا كنوزعها اولا كنبسطها غير هكا بيدي، والجوانب كنخليهم نوعا ما عاليين. هنايا درت لاصوص ديالي. انا هنا درت الجاهزه، نستمتع بشويه ديال المنسمات وشويه ديال البزار وبابريكا وشويه ديال زيت الزيتون وشويه ديال الملحه، مي شويه صافي. هنا درت الحشوه، تقدروا ديروا الحشوه اللي بغيتو. هنا درت الفلافل الملونه، شويه ديال البصله. هنا تقدروا ديروا الطون كفته اللي بغيتو. هنا درت لدان فيمي، الفرماج، وزينتها هكا بواحد شويه ديال الزيتون. اكيد كيف ما قلت لكم الحشوه كتبقى يعني اختياريه. كندخلها الفران اللي كيكون ديجا سخون. وهنايا بالنسبه للميني بيتزا هي درت ليها نفس الحشوه ودخلتهم حتى هما الفران ضروري كيكون سخون حتى كيطيبوا من التحت، وكنشعلهم ليهم من الفوق كيتحمروا، وكنقدموهم بالصحه والراحه. فيديو اخر ان شاء الله.